بنگوازی جبور خستن مافی مروان رaya گشتی ایریشن تون بچکن گران دروجا خونی چارمین ده لسر تاخا شیخ مقصود اشرفی بردوامن ده انجام ده گلک مال سیویلا و سیویل هدف هاتن گرتن و بون قربانی روش حردو تاخان دروشه کی مروفهی زحمت درباز دبه تو بارانا بسر و بر مال سیویلا و سازین بنگهین یه جیان یه سیویلا هدف تین گرتن و گلک کس بون قربانی هجمار قربانی سیویل حتی نها زیدی 100 برینداری و زیدی 15 کسا شهید بونی جیانا خوش دستانه وکی نشته جین خلکن به حرد و تاخا روشکی مروفهی پر زحمت جیان دکن پیدوین جیان تنبونه جبر افتاخانه نزی پیج مها دور پیج دنه و افچارون جی بر تو بارانه کی دجوار دنه کومن گوریشی تاخا دکن حتی نها ریل بر همه مداخلین لزگین و پزشکی و تندرستی جبوگو کسی که در باس بریندار خلاص که هاتنی گرتن جبر تو بارانه دجوار لسر حرد و تاخا کریارن کومه گوریش دکن لسر حرد و تاخا دگهین آستا سوجن شر هروها اموکی هیوا سوری کرد بنگوازید کن حمی سازیا گو در فتح بدن ام با اکیپ خواه به 15 امبولانس حاضرین گوام در باس به حرد و تاخا ببین او ام بریندارن روشن زحمت خلاص بکن و الیکاریا لزگین بگیجن ویگلی هیوا سوری کرد نه ماه یکی 2026 نداء إلى الجهات الحقوقية والمنظمات الإنسانية المعنية. تستمر الهجمات العنيفة بالأسلحة الثقيلة على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب منذ الأيام الأربعة الماضية وحتى هذه اللحظة. أدى ذلك إلى وقوع إصابات كثيرة بين المدنيين كما خلق عواقب إنسانية خطيرة على المدنيين. إن الوضع داخل الحيين كارثي على المستوى الإنساني بسبب القصف العشوائي الذي يستهدف منازل المدنيين والمرافق الخدمية الأساسية. بلغ عدد الضحايا المدنيين حتى الآن أكثر من 100 جريح و15 شهيدا معظمهم النساء وكبار السن والأطفال. بالإضافة لذلك يعيش سكان هذين الحيين حصارا خانقا حتى يومنا هذا ومنذ ما يقارب أكثر من 5 أشهر. والمستلزمات الأساسية شارفت على النفاذ وخاصة في المرافق الصحية والمشافي. القوات التي تهاجم الحيين منعت أي جهة طبية أو إنسانية حتى الآن من الدخول لإجلاء الجرحى المدنيين وبالعكس تقصف بشكل عشوائي مستمر. إن ما تقوم به الفصائل الهجمية هي إنهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان الأساسية. ندعو جميع الجهات المعنية الدولية والمحلية بقيام واجبهم الأخلاقي والعمل على إيقاف فوري لهذه الهجمات ضد المدنيين. كما نعلن جاهزيتنا لدخول الحيين لإجلاء الجرحى وإيصال المساعدات من طرفنا وفتح ممر إنساني. القامشلي 9/1/2026.